الفيديو ده أنا بفكركم وبفكر نفسي معاكم بحاجة مهمة جدا، وهي إن العيال وهم بيلعبوا مع بعض في المراجيح أو في النادي بيلعبوا وبيتخانقوا وبينسوا أصلهم عيال، وبرضه وهم بيلعبوا مع ولاد الجيران بيلعبوا وبيتخانقوا وبينسوا لأنهم برضه عيال. ومرة واحدة يجوا بقى يشتكولنا واحنا اللي بنعمل الكوارث، بنتخانق مع بعض والموضوع ممكن يقلب بدراما وخناقات كبيرة جدا بين الأهالي. طب العيال بتتخانق وبتنسى، لكن احنا بقى بنتشحن ضد بعض والموضوع ممكن يكبر قوي. خلي بالكوا من خناقات العيال، وحاولوا دايما تخلوا ردود افعالكم محسوبة وما تغلطوش. في الاول وفي الاخر افتكروا ان دي خناقات عيال، ومش هنخليها توقعنا في بعض كجيران او حتى كقرايب او كاولياء امور، مثلا في المدرسة او في المراجيح في النادي. نهدى كده ونتصرف صح علشان احنا ما نتسببش في مشاكل اكبر. وافتكروا دايما انكم قدوة لولادكم. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل حصلت لكم مشكلة بسبب خناقات الولاد ولا بتكبروا دماغكم؟ وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.